هذا دليل على انها بغات ترجع. قالت لهم خفتي، قالت الاسمار خفتيو، لا نرجع يا المتملقين وبقى نجري عليكم عاوتاني. ما قلنا. هذا دليل على انه كانت كتجري على القنوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم معنا في هذا الفيديو. كنتمنى ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير نتوما والعائله ديالكم وكاع الناس اللي كتعرفوا. عدنا لكم من جديد من طبيعه الحال، ودائما الجديد ودائما بكل شفافيه وبكل مصداقيه. غادي نتكلموا في هذا الفيديو نديروا واحد رياكشن على مولات اللايف الشمكاره اللي خرجت لنا اليوم بواحد المباشر وتكلمت على بزاف ديال النقاط. غادي نحاولوا ما امكن ما يمكن اننا نديروا واحد يعني الخلاصه على الكلام اللي قالت. اول نقطه تكلمت فيها، اول نقطه غنتكلموا فيها ان صح التعبير، ان الناس هاجموها. انا يعني بعض التعاليق هاجموها علاش دخلتي عند مولات جوج محو علينا، وقالت لهم بان انا ما تشفيتش وانا ما درتش ولكن ما هاجموها الناس قال لهم علاش كنتي كتدخلي عند وحده كتضر في الاعراض. هذا نوع من التشفي. جواب ديالها انه علاش تا هما كيطلعوا عندهم القنوات، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، يعني العفو. المهم غادي نهضروا ايضا القنوات اللي تكلمت في هذا الموضوع. ايضا يعني خصنا نعرفوا واحد القضيه، انها اليوم هاد مولات اللايف يعني شكرات بزاف واحد جوج قنوات على الكلام اللي قالوا. شكرات ياسين الفرحه. اليوم ياسين الفرحه بكل مصداقيه غادي ننتقدوه في الكلام اللي دار في الفيديو ديالو، وكذلك الواقع المعاش. بقاو معنا نتوما بجوج، غادي من طبيعه الحال غادي تكونوا فوق الشوايه، ما فيهاش شك. المهم غادي نتكلموا ايضا علاش يعني حنا بزاف ديال المواضيع كنتكلموا فيهم، تنتكلموا على هاد الناس، على هاد صحاب القنوات اللي كيأديو هاد الناس المحبوبه. ما يمكنش حنا دابا نمشي نخرجوا ونتكلموا في السعديه ولا في كوثر ولا داك الشيء راه باين. المهم غادي نتكلموا ايضا على بزاف ديال الكلام اللي قالت ايضا واحد النقطه مهمه بزاف. قالت لك بانه حنا قلنا بانه تعرات، بانه تشمكرات، بانه دارت، وهذا راه كذب. هذا راه كذب والبهتان اخوتي المتابعين اللي تيتابعني من طبيعه الحال منذ بدايه هذه القناه. واش انا عمري قلت فعلا هذا السيد هذا تعرات ولا هذا هذا راه الكذب والبهتان. انا يعني البارح اللي قلت لها الشمكاره اللي خرجت كتقول لك السراحه العور، قلت لها الشمكاره، انتهى الكلام. المهم غادي نتكلموا في هذه النقطه ايضا. وغادي نتكلموا ايضا انها يعني هاجمتني وهاجمت ايضا اسمر بشراسه، وقالت لهم بانه ما بغيتوش انني نرجع، لان الا نرجع غادي نجري عليكم وغادي ندير. وهذا الكلام اللي كنقولوا، هذا الكلام اللي يقول شحال هذه اخوتي المتابعين كتحقر على دوك العيال دوك القنوات، كتحقر عليهم، ما كتخليهمش يصوروا، ما كتخليهمش الناس المحبوبه يستقبلوهم باش تعرفوا شنو كاين بالضبط. اذن اليوم قالت لك خفتوا بانه نرجع ونجري عليكم، هكا مالي هكا. المهم خوتي المتابعين ايضا غادي نمشيو النقطه الثانيه اللي غادي يكون فيها مول العسل المغشوش من طبيعه الحال، اللي كان عايش من السرقه والتهريب، اللي خرج يعني في واحد المباشر وبغى يقول لهم اجيو نعرفكم على خوها. يعني كان كيهضر في واحد الموضوع وقال لهم بغى يقول اجي نعرفكم على خوها، وتلف وقال لهم اجيو نعرفكم على الحوت. اللي ضربوه هذا ضربوه على الحوت، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم اخواني اخواتي على بركه الله نبداو هذا الفيديو هذا. متابعينا الكرام غير صبروا معنا في هذا الفيديو، نمشيو نقطه بالنقطه وزيد. اول نقطه غادي نتكلموا فيها عندها هاد مولات اللايف، هاد الشمكاره اللي هاجموها الناس، قالوا لا علاش كتطلعي عند هادوك اللي كيضربوا في اعراض ديالهم. من طبيعه الحال راه هذا هو المنطق. انا قلت لها بان طلعتي عند مولات جوج محوح كتشفاي، ومن طبيعه الحال كاينين سكرينات، وانا نتحداك وكاينين سكرينات شنو كتبتي تما. ومن طبيعه الحال ما يمكنش انا نحط لها سكرينات متابعينا الكرام في القناه. اللي بغاهم يتواصلوا معايا في الواتساب وغنصيفطهم له شنو قالت بالحرف بمعنى الكلمه. من بين هذاك الكلام اللي قالت في هذاك اللايف راه قالت بانه
السيد راه تحت الحراسه النظريه، وعلاش هاد الناس كيكذبوا؟ واش هذا ماشي نوع من التشفي؟ وزيد. المهم هذا هو، هذه هي النقطه اللي بغيت نتكلم فيها، وهي ديال المتابعين انه هاجمينها. ما تدخليش عند هذوك اللي كيضربوا في الاعراض ديال الناس، ديال المحبوبه اللي شاركتي معاهم سابقا الطعام. ما خصكش تدخلي بتاتا، يعني دخول يعني انك معها، يعني انك كتشفي. هذا هو القضيه. لكنما الجواب ديالها متابعينا الكرام، الجواب كان يعني مضلل كما كنقولوا. قالت بانه لا، علاش هما كيطلعوا دوك القنوات يهضروا، علاش كانه غادي تجينا الكلام ديال وراه حنا متبادل، انا درت هما داروا الصلح، الله يعاون الله يعاون. اشوف الشريفه والهريفه، والشريفه الهريفه. سمعيني نقول لك، راه السيد راجل متزوج وكتقولي له كتشري له الكراسن. اش هذا المستوى هذا ديالك؟ المهم اخوتي المتابعين، نمشيو للنقطه الثانيه في هذا الاطار ديال هاد مولات اللايف اللي هضرات اسيدي. قالت لك اسيدي السي ياسين الفرحه، قال لك اسيدي هذاك السيد ما شاء الله، لانه خرج له بواحد الفيديو قال لها راه فعلا ما قالت لي والو، انها غير سولات، وانه بزاف ديال المسائل يعني سولات قالت له فيه انه هو كيفاش واش فعلا، رغم انه هو يعني على حسب علمي قال لها ما نعرف، مع العلم انه هو كيعرف. قال لها ما نعرف. المهم قال لها ما نعرف، خرجت قالت لك ما شاء الله، لانه هذاك وهاد السيده هذه مراه طيبه ومراه مزيانه. راه ما هنا راكم عارفين يعني. هاد ياسين الفرحه، انا اللي بغيت نقول لك السي ياسين الفرحه، الا كانت فعلا هاد السيده هذه يعني مراه طيبه ومراه مزيانه، والناس ديال المحبوب راه خوتك وصحابك، وزيد ولاد البلاد، وزيد وشركتوا الطعام معاهم، يعني يمكن نقولوا اكثر من خوتك مثلا. يعني رغم انه يعني عندنا موقف في هذا الشيء هذا. كيف يعقل انت دابا؟ واش محسن ماشي خوك؟ واش محسن ماشي خوك اللي بغات تشتت له الشمل، اللي بغات تشتت ليه الشمل، اللي قالت لها المراه ديالو اجي نسرد لك وما تعاوديش تسرديه، كيفاش واش ماشي خوك محسن اصاحبي السياسي؟ واش هذا الكلام اللي كتقول هي هذاك الكلام عاجبك؟ والكلام اللي قالت ايضا في الحق حسن انه كنشري الكراسن، واش مراه السيد متزوج؟ واش هذا واش انا اللي حمق ولا نتوما دابا؟ باش نكونوا واضحين دابا غادي نرجعوا للموضوع ديالنا السياسي. لان انت دابا واش انت دابا كتقول بانه السيده مراه طيبه ومراه مزيانه؟ اخويا ياك هذوك خوتك وهذوك صاحبك، وسير اخويا جيب الذبيحه اللي قالت هذيك ديال بودرباله، قالت لك راه الذبيحه ما الذبيحه، سير اخويا سير معاها وجيبوا شي ذبيحه وجيبوها وتصالحوا وهنيونا. منين تصالحوا والله سيدي ما نهضروا عليها بالله، منين نتوما تصلحوا والله ما نهضروا معاها. بحال دابا السعديه شانيل تما الصلح الله يعاونها، الا شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك، الا شفنا شي حاجه ماشي هي هذيك راه غنتكلم فيها. انا راه ما نعقل على حتى شي واحد والله تنتكلم بالله. باش نكون صريح معك ياسين، باش نكونوا صريحين معك دابا انت يا ما بقيتي في الوسط من حقك تخلص، ولكنما خصك تشد العصا من الوسط. ماشي هاد السيده هادي راها مزيانه وراها كيفاش، وإلا مزيانه اخويا هادوك خوتك، سير اخويا جيبوا شي ذبيحه ولا طور ولا ما نعرف اش بغيتي تذبحوا وذبحوه وديروا كيف يليق وتصالحوا. والله سيدي ما نهضر عليها، والله ما نتكلم عليها. الله ياك تشارش منها معاها، ياك تسابينا معاها، والله سيدي ما نتكلم عليها. الله يعاونها. حنا الغرض ديالنا هو هاد الناس المحبوبه ما خصهمش يتاداو، ما داروا في هذا الرهوط الا الخير. منك وجبد ومني وجبد، ما داروا فينا كاملين الا الخير. باش نقولها لك ياسين. المهم نمشيو دابا، ياسين داير لنا ديال هذاك. المهم ما كاين مشكل، نمشيو لعند السي الواقع المعاش الانس، الصديق المخلص من طبيعه حال الصديق. لا عمرها سلعه السي انس. انا انس ماشي تكلم، قال لك بانه فعلا الفيديو ديالها ما تشفاتش، لكن هو منين خرج كيتكلم في الفيديو انه السيده ما تشفاش، راه كيتكلم على الفيديو ديال كامولات اللايف، تيتكلم على اللايف ديالك فاش كامل انت كتبكي وكتدعي فيا. من طبيعه الحال هو ثبت على هاد القضيه انك
ما تشفيتيش، لكن ما شافكش فاش طلعتي عند مولا جوج معاه، ما شافك فاش طلعتي عنده. وانا تكلمت مع ياسين مع انس، وما شافكش فاش طلعتي عند مولا جوج محوح كتعطي الكلام. علاش كيكذبوا؟ هنا غادي نرجعوا اخوتي المتابعين لواحد النقطه. لو انه هاد الناس يعني سدوا القضيه ويديروا كيف لق ما يهضروش على ياسين، غادي يخرجوا المتملقين بما في هاد مولا اللايف الشمكره تقول لك علاش كتكذبوا على الناس، ومنين هضروا علاش كتصوروا الفلوس عليهم. اذا اللي درتي مع هذا الروط حصله. اذا يا الاخ انس الواقع المعاش قال لهم بانه هذاك الفيديو ذاك اللايف ديالها راه ما تشفاتش، وهذا كلام صحيح، راه ما تشفاتش في هذاك اللايف ديالها. وكذلك قال لانه دابا عطاتو مصداقيه، قالت له بانه السيد لا عمرها ساعه والانتقاد ديالو في محله. اذا الكلام اللي قال على ان امرتي في الخفاء راه قالها انس، قالك فعلا هذا الشيء لا يعني على انك سابقا تامرتي ودرتي الواتساب ودرتي وفعلتي، ما كملتيش الفيديو هذاك الكلام. اذا انت هذاك الكلام صحيح، اذا هنا غادي تعطينا ايضا مصداقيه ان الكلام اللي كنقول لكم صحيح. وانس ما قال حتى شي حاجه خاطئه، قال داك الشيء اللي عارف وداك الشيء اللي كاين. وفعلا اللايف ديالك ما تشفيتيش، ولكن طلعتي قبل ما دير داك اللايف وتبكي لنا فيه، قبل ما تبكي راه طلعتي عند مولا جوج محوح وكتشفي عند مولا جوج محوح. ومن طبيعه الحال يعني بالدليل القاطع كتشفي. ومن بين الكلام اللي قلتي انه قلتي لهم علاش كاين الناس وعلاش كيكذبوا. هو في الحراسه الحراسه النظريه علاش كيكذبوا وانت كتكذبي في التعليق. علاش؟ راه في الحراسه النظريه، ما عمرو كان في الحراسه النظريه. باش نكونوا نمشيو لواحد النقطه المهم. هذا بالنسبه للجواب ديالنا السي انس وكذلك السي الفرحه ياسين. ايضا بزاف ديال في اللايف ديالها اليوم في المباشر ديالها بزاف ديال المتابعين كيقولوا لها وصوني على تيتيش، وديري سير صوني على تيتيش، سيري عند تيتيش كاع. وشوف المتملقين دابا هادو شنو كيقلبوا على الفتنه. غادي نمشيو نصوني على تيتيش لاباس اختي وكي درتي وما يكون باس وتبقى تبكي مولات اللايف تما. وشنو قلتي في نقولوا ياسين في خوه؟ شنو قلتي في خوه ياسين؟ خو ياسين شنو قلتي له؟ باغي تشتي له الشمل تزلعيه مع مراتو، ماشي عيب وعار هذا. وكذلك شنو قلتي في حسن؟ اذا اش هذا المستوى هذا ديال اش هذا المستوى ديال النمي؟ بالمنطق اخوتي المتابعين. دابا المنطق ديال هاد مونات لايف، ياسين مزيان، تيتيش مزيانه، الحسن ما يسوى بصله، حسن القراسن، محسن بغات تشتشو العش ديالو. دابا هذا هو المنطق. واش دابا هذا منطق؟ واش دابا هاد بنادم هذا عنده دابا هذا راه هاد السيده هادي اخوتي المتابعين ونتابعوا الكلام ديالنا. راه هاد الكلام كنا كنقولوه 3 سنوات هادي، راه هاد الكلام المصداقيه كنا كنقولوا بكلام بمصداقيه. من نهار جا صعصع المتابعين الله يهديكم كيفاش راه هاد السيده هادي كتقلب على الفتنه ما بين ولاد محبوبه، ما بين ولاد ام حليمه. راه الفتنه هادي دابا منين تحاول ما امكن. شو على متملقين، هاد المتملقين هاد الروط، هاد المتملقين هاد العبيد اللي خارجين كيقولوا لها سي صوني على تيتيش. كيفاش صوني على تيتيش؟ يلا شنو هاد التخربيقه ديالها؟ بغات هاد السيده تصلح، خصها تصلح مع الناس اللي سباتهم، مع الناس اللي هضرات فيهم. هي الاولى هضرات على حسن. ما بقاش نغطيو الشمس بالغربال كما كيقولوا. حنا دابا واش غادي نجيو مثلا دابا اخوتي المتابعين كما كنقولوا يعني بالمنطق، واش نمشي نهضروا في السعوديه ولا نهضروا مثلا في هاد القنوات؟ لا صافي كلها الله يسهل عليا، راه الناس محبوبه عارفين اش كيديروا، كلها الله يعاون. المهم وعلاش شحال هادي حنا دابا شحال هادي واش كنا كنهضروا على مول العسل؟ واش كنا كنهضروا على بيا اختو؟ ما كناش كنهضروا فيه. علاش؟ لانه راه غادي معاهم، كنا كنعتقدوا على انه راجل مزيان صافي، راه مع اختو، راه كيطلع قناته بلاتي هي احسن، كيجلس معاك حتى الهضره حتى الهضره ما تشبعاش منه. ولكن ها انتم خرج منه العجب. باش نكونوا صريحين. كذلك نمشيو قلب الصفحه الله ينال دين شي مشكل. المهم نمشيو اخوتي لواحد النقطه ايضا. ما قالت لك اسيدي انا ما كنبغيش نهضر، ما كنبغيش نسب، ما كنبغيش، على حقاش مورانا اجيال واجيال غادي يجيو ويشوفوا ويسمعوا شنو كنقولوا.
اذا اخوتي المتابعين، على منين قلتي الكراسن ما كنتيش عارفه بانه غادي يجيو الاجيال، وملي سبيتي اسمر ما عرفتيش بانه غادي يجيو اجيال، وملي كتبغيتي تشتي المحسن الشمل ديالو ما عرفتيش بانه غادي يجيو اجيال يقولوا بان هاد السيده كانت مسؤوله على الكلام اللي قالته شتات لهاد السيد، لهاد السيد الشمل ديالو. ماشي عيب وعار. واش دابا اسمر عمرها خرجات سبات قالت لك الله يعطيك تشتيتها، يعني تشتيتها حيت هي تمشي في الطوموبيل وسباتها قالت لك الله يعطي الله يعطيها تشتيتها، وايضا سباتني انا قالت لك الله يجيبها لك من مورا، يعني بلا ما نكون انا يعني مسؤوله على داك الشيء، الله يجيبها لك من غيري. اذا منين كتسبي هكا كيفاش هذا المنطق هذا ديالك كيفاش هذاك السبان هذاك مسحتي داك الفيديو ولا واخا تمسحي داك الفيديو غادي نعاودو نتيليشارجيوه ونلوحوه لك في شي قناه يلا ويبقى. ودي لا حول ولا قوه الا بالله. قالت واحد الكلام ايضا، قالت بانه قالنا حنا قلنا بان تعرات بانها كتشمكر، وهذا راه مابقاش تكذبي على الناس مولاة الله. الشمكره ما بقاش تكذبي على الناس، مابقاش تكذبي على الناس. انا اخوتي المتابعين راكم شتي لا اللي يتابع قديم ولا جديد، واش حنا عمرنا قلنا السيده كتعرى ولا كدير ولا تتفعل ولا كتشمكر ولا؟ راه منين خرجتي قلتي لي العور السارحه قلت لك الشمكاره، ودابا المشكل هو انني انا ماشي سارح ولكن انت شمكاره وبالدليل وراكم عارفين بلا ما ندوروا اللوتد. المهم يعني ايضا قالت واحد الكلام، يعني قالت واحد الكلام قالت لكم يا ربي الحبيب بعدني على هذا الطريق، شو على منطق صوني على تيتيش هذاك راه مزيان، ابني ياسين ولكن طاطاطات حسن كنشريو له الكراسن هذا بغا نشتو طاطاطات، ولكن ربي الحبيب بغيت نرجع ولكن ربي الحبيب بعدني من هذا الطريق. ايوا بعدك على الطريق اش بغيتي على ما كتكلمي، سير جلسي في التقار ديالك. واش كاين اللي جبدك؟ واش كاين اللي تكلم عليك؟ ما كاينش اللي يتكلم عليك. راه منين كتخرجي تتكلمي عاد منين تتكلمي من طبيعه الحال غنتكلموا، واي حركه درتيها من طبيعه الحال نقولوها. الا طلعتي عند مول الكبده المسحور راه غادي نهضروا. الا قلتي كلام دابا اش من محتوى عندك؟ شحال هادي كتقولي المحتوى انتينا ما عندكش، مول الكبده قالت لك انتينا ما عندكش المحتوى المسحور، مولات الشلاغ ما عندكوش المحتوى، وهي كتقول لك ديروا المحتوى ما كتخرجش تعاطى مع الناس ولا تهضر ولا. يعني سابقا ملي كانت يعني مع الناس المحبوبه تاخذ في راسها على اساس انها عندها محتوى، لكن دابا ملي كدير فيديوهات ديالها راكم عارفين شنو كتجيب، واحد 10 ولا 14 ولا شي حاجه، شنو غادي دير؟ خصها تخرج تعاطى معانا باش تجيب مشاهدات، خصها تعاطى ماشي معانا يعني تهضر في الناس ديال المحبوبه. اما الا جات تعاطى معانا ما تجيب توزه، ما كاينش اللي داها فيا انا. الا جات تهضر على الناس المحبوبه تعاير بحكم انه كانت سابقا، ولكن داك الشيء الى الزوال مع المده غادي تمسح، غادي تهبطي للحضيض كيما هبط يعني هاد بيا اختو راه هبط حتى هو ولا كيدير. قال لك القناه ديالو كدير تضاهي القناه المليونيه ديال المحبوبه، ولا كيجيب 4K 5K بالمحتوى ديالو. كنهضروا حنا كنهضروا على المحتوى ديالو، وإلا بغى يجيب المشاهدات خصو يجي يعاير نسابو ويعاير اختو هما دارت ويدير الكلام والكذب ويسب ويشتم. الله يحرق لكم التصيله، الله يعطيكم، الله يحرق لكم التصيله. ودير عاوتاني حل عينيه، الله عاوتاني حل عينيه داير بحال ديك قنرزم، عرفتي دوك قنرزم هذيك هاك كيدير لعينيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم العظيم. ايضا قالت واحد الكلام، هاد مولاة لايف حنا دائما مع مولاة لايف. قالت لك واحد الكلام، قالت لك انا جاوبت اسمار وقالت لها نعلة الله عليك انا ما عمري جلست 3 اشهر، ما عمري جلست 3 اشهر، كنجلس غير شهر فقط. وعلى شهر يا ودي يا حمو الغلا يا ودي يا مناي شويه دابا الا زدتي شي شويه بقينا عليك شنو غادي ديري بداك البكا ديالك وداك الشيء؟ غتولي بحال الكاميون الشحمه. غادي تولي المصاص ديالك راه قدام قد ديال صعصع، تزيد شي شويه تولي بحال الكاميون الشحمه. والمهم جلسيت شهرين. واخوتي المتابعين راكم عارفين كتجي ديك الساعه تجلس هنايا، جلس ما تجلس، جلس اليوم غدا وغد مفرقه رجليها تمايا، جلس اليوم جلس غدا جلس. عقلتوا اخوتي البيجامه فاش كانت كتجي ديك الساعه كتجي في الكار غدا جايه ماشي شهر،
بس كتبيش على الناس، والمتابع راه عارف واش هذيك دابا كتجيهم، واش هذيك من عائلتهم، واش كدير هذيك، واش المتابع راه فاهم عارف، كيقراها طايره وكيقراها يعني للمستقبل، هذيك راه دير شي مشكل. وفعلا اخوتي المتابعين راه هذاك الشيء اللي كاين هو اللي كاين. يكون مهم شهر، وعلى اللي جلسها مولاة اللايف دابا شهر بعيد على الزوج ديالو، بعيد على دارو، هذاك دابا كتسمى سميتو. المهم نمشي واحد النقطة أيضا قالت لك بأنه هضرات على أسمر، قالت لها ما خصكيش مشيتي لتما وما خصكيش ديري فيديوهات. واش أنا عمري درت شي فيديو عند ياسين ولا راه مشى ياسين للمحكمة للسبيطار؟ وانتم عارفين المتابعين نهار كان ياسين مريض، يعني فاش دار الحادثة هو السي حمزة، مشاو المكناس للسبيطار وجات كتجري تما وخرجات لبرا، نقطات هذا وهذا وهذا، ودارت فيديو خويا ياسين ها كيفاش هكا يا خا ياسين ربي يشافيه وربي هذا وربي هذا. اش هذا المنطق هذا؟ واش دابا ورا منين غندوزو لكم الرهوط؟ اللي جا دار فيديو علاش درتي فيديو، اللي ما دارش فيديو ما سوقولكش، ما داوهاش فيك كاع، ما داروك حتى فيديو، راه داروه الاخرى وما داروش الاخرى. راه كي غدير مع هاد الرهوط هادو دابا ديما الكلام ديال. غادي نمشيو متابعينا الكرام لواحد النقطة اللي هي قالتها، جاوبات أسمار وقالت لها فعلا ما كتحملونيش، فعلا بزاف ديال المسائل تما وخفتوا لا نرجع. هذا دليل على انها بغات ترجع. انتبهوا المتابعين، هذا دليل على انها بغات ترجع. قالت لهم خفتي، قالت الاسمار خفتيو لا نرجع يا المتملقين وبقى نجري عليكم عاوتاني. ما قلنا هذا دليل على انه كانت كتجري على القنوات. احنا بزاف عليك تجري علينا، احنا ما كاينش، كنوضوها معاك ديريكت، ما كاينش تجري علينا. راه حنا كنقولوا هاد الهضره هذا في الخفاء ونقولوها بدا. والله واخا جيت، والله واخا جيت ماشي غير تجلسي، والله واخا جيت، والله واخا جيت تجلسي عام هنا، والله ما نعقل عليك، والله يا مولاة الله حتى نشرشم لك المشاعر ديالك، والله تنعريك الا ما عريتكش انا ماشي راجل، والله حتى نعريك وبالمصداقيه. وهذا كلام ديال المصداقيه، وهذا كلام صحيح متابعينا الكرام. اللي قالت لك بانه خفتوا لا نجي بقى نجري عليكم، وهذا الشيء اللي كانت كدير سابقا لدوك القنوات العيالات كتبقى تامر فيهم، ديروا هيدا ديروا هيدا، علاش انت صورتي لا ما تصورش انت هنا، لا سير انت هنا، لا سير انت لهي. راه هذا الشيء اللي كانت كدير هاد السيده هادي. ومن طبيعه الحال حنا كنا كنقولوا لا ديك الساعه لا دابا ان القرارات خصها تكون في يد الناس ديال المحبوبه هما المسؤولين. يجي الحسن يقول لك سيدي ما تصورش هنا ولا صور هنا ولا دير هذا، ما عندناش اشكال. ولكن تجي انت نكون تما تجي تقولي لي ما تصورش ولا شي صور، غادي نصورك في الحيط، والله حتى نصورك في الحيط. انا نقول لك ايوا يجي ها انتي ها ياسين ها مولات سميتها مولات الذبيحه، ديروا الذبيحه وجيبوها، وإلا عيطوا عليا الناس المحبوبه والله تنجي. ما عيطوليش ما عنديش اشكال، انا ما عندي حتى مشكل مع الناس المحبوبه. داروا فينا الخير كاملين الرهوط كاملين كما قلنا، كاملين هاد القنوات ما دارت فيهم الا ما دارت فيهم محبوبه الا الخير مني وجبد. ما غاديش ننكر داك الخير، عيطوا عليا راه غنجي وغادي نشوفوا وديروا خويا الصلح مع ياسين ومع مولات الذبيحه وسيروا الله يسهل لكم. حنا ما غاديش ما غاديش نعارضكم، ولكن ما الا عرضوا علينا الناس المحبوبه وجين تما ايوا راكم عارفين ونهضر وندير ونفعل، ايوا ابعد عليا بنادم، ابعد عليا بنادم قبل ما نكعى ونجبد اللفعه مع مولات الله والشمكره، ماشي مع شي حد اخر. اذا اخواني اخواتي هذه هي الحقيقه المره، قالتها على لسانها. قالت لك سيدي رانا كنجري عليكم وراكم عارفين. حنا ما جراش علينا بزاف، علاش تجري علينا؟ تجري عليا والله لا جريتي عليا بالله، والله لا جريتي عليا اقسم بالله تنمشي عليك للحبس. انا نقول لك تجري عليا بزاف عليك، بزاف عليك وبزاف على تريكتك تجري عليا. حنا المشكل اللي وقع لنا منين بدا راه بداتو مع مولك، بدا الكلب الديوتي المسحور بداتو معاه، قال لها علاش ما نصور. حنا مشينا للعرس وقال لك اودي راه ماشي مشكل،
غادي كاين اللي غادي تصوروا غنساليو، قال لك الحسنه راه غير صبر شي شويه راه غادي نصور كاع. قلنا ما كاين حتى مشكل، حتى الا عطات المحبوبه عطات يعني ولات خلات هاد السيده هادي مسؤوله، ما عندناش مشكل. حنا غير يقولوها الناس المحبوبه ما عندناش مشكل، حنا احترمنا داكشي. لكن مول الكبده الكلب ما احترمش، ما بغاش، جا هرب من العرس وكيضرب البرد عاين عالدينا والله. عقلتو ديك الساعه مور العرس راه مشاو عنده للدار، ومشات حتى هي قالت له اجي ندير انا وياك شنو بغيت هايدا حيت منعاتو ولا وصلحوا داك الشيء ولا شي باس ما كان. الله يعاون. بقات الفلاشات ديما كيقول لك علاش هادي كتبارطاجا، علاش هادي داتات، انا الاول، انا درت، انا فعلت، وهي غاديه ديما المشاكل مع مول الكبده ومع هادي. وقعت ديك الواقعه فاش مشينا لعندهم، بقات كتهضر باسم الناس ديال محبوبه في هذا في دار محبوبه، ومن طبيعه الحال كذبات علينا. اكبر كذابه هي هاد مولات الله الشمكاره، اكبر كذابه هي هاد السيده هادي، وكذبات علينا. قالت لنا كيفاش قلت لها مول الشراوط جبد لها الخيخ ديالها وجبد لها المشاكل ديالها وحط لها داك الشيء. قلنا لها العفو لله، العفو منك، علاش غتكذبي؟ خلي الحسن يهضر معنا ولا حسن يهضر معنا يقول لك علاش حسن ما كذبش علينا، علاش الحسن ما كذبش علينا. اذا باش تعرفوا اخوتي المتابعين شكون اللي كان متملق، شكون اللي كاين كيدخل الشبوط. وهذا دليل اليوم انه قالت لك انا خفتوا لا نرجع نبقى نجري عليكم ولات الواد ان شاء الله. وكاين واحد القضيه ايضا، قال هاد مولات اللايف قالت لك بانه ربي شاهد، ربي كيشهد على العبيد الا دار شي حاجه، اما العبد ما عنده ما يدير صافي. ربي هو اللي كيحاسب، من طبيعه الحال ربي اللي كيحاسب. علاش كتقولي المسلسلات تيديروا مسلسلات شغلهم هذاك ربي اللي كيحاسب. لا اسبوع الفرس شغلهم هذاك ربي اللي كيحاسب. كيسجلوا حدا السجن لا وحده، ربي اللي كيحاسب ماشي انت. ايوا يعني منك وجبد، هضري على راسك عاد اجي تكلمي باش نكونوا صريحين. المهم هذا هو الكلام اللي كاين اليوم في حق هاد مولات اللايف الشمكاره. غادي نمشيو لهذاك مول العسل المغشوش. من طبيعه الحال اللي خرج لنا في واحد المباشر بغى يقول لهم، يعني كيهضر على الموضوع ديال الناس ديال المحبوبه وزيد كيفاش جا، وقال لهم راه جاو وهذا، وقال لهم اجي نعرفكم على خوها. بغى يقول لهم اجيو نعرفكم على خوها، وقال لهم اجي نعرفكم على الحوت. لا حول ولا قوه. اللي ضربوا هاد المهرب اللي ضربوا على الحوت. اسرمان كليتي اسرمان هذا اسرمان ما صاحبي كلام. ودي واخر الجاعر اخوتي المتابعين. وعطيونا عطينا غير دليل واحد، ما كاينش عندكم الدلائل. راه كيتكلموا وراكم عارفين متابعينا الكرام. راه هضر في الزوجه ديالي قال لك كيفاش قال. انا ما قدرتش نتكلم في ذاك الهضره اللي قالها خوتي. راه طاطات راه كتصيفط الملاهيط، وراه بزاف ديال الكلام بطبيعه الحال كيتكلموا على شي حاجه جنسيه، وهذا دليل على انهم مستوى رديء. وكذلك السيده اللي كتقول لك بانه الاجيال هاد مولات الله والشمكري اللي قالت لك بانه غادي يجيو الاجيال ويشوفوا هذا الشيء هذا، زكات الكلام اللي كيقول يعني هاد المهرب هاد بيا اختو. قالت لك بانه راه البارح راه نقى لك الودنين ديالك، راه داك الشيء اللي قال لك ديه على راسك، خصو يعطيك واحد المعلقه ديال العسل تدوزها عاد باش تنعس وعاد باش دير. يعني الكلام اللي قال في حق الزوجه ديالي وزيد. اذا هذاك ماشي هذاك الكلام اللي قال ماشي هو ايضا يشوفوا اجيال ومور اجيال. اذا باش تعرفوا اخوتي يعني المنطق ديال هاد الناس، هذا المنطق صفر على 20 صفر من طبيعه الحال. كتدخل هنا وتخرج هنا. وبالنسبه اللي قالت لك اسيدي بزاف ديال المتابعين كيقولوا لها سير لتيتيش وصوني على تيتيش. راه غير حشمت اخوتي المتابعين، ما نقول لها شي هضره خايبه اقسم بالله. المهم متابعينا الكرام وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا. تحياتي لكم والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله. تحياتي.